نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، رأيت في هذا الدرس أن أشرح للجماهير شيئا من مصطلح علم الحديث حتى أبين لهم أن الحكم على الحديث بالصحة مسألة صعبة وتحتاج إلى دراسة طويلة وجلبة وممارسة، لأن كثيرا من الناس يظن أن الحكم على الحديث يخضع للنظر العقلي وحده، ونقول لا، وليس معنى هذا أننا نهمل النظر العقلي، لكن لا تستوي عقول الناس ولا نقبل أي عقل في علم الحديث ولا في النظر إلى كلام الله ورسوله. ولا شك أن الناس تتفاوت عقولهم، فلا يستوون أبدا في أي شيء، لا يستوون أبدا في أي شيء. وترى الناس درجات في كل شيء، في فهم القرآن على درجات، فهم السنة على درجات، فهم الفقه على درجات، في الطب على درجات، في الهندسة على درجات، في التجارة على درجات، في الحدادة، في السباكة، أي شيء في الدنيا على درجات. ولا يستوي الناس جميعا ولا تستوي عقولهم جميعا. فلما بنقول نحن نقبل النظر العقلي، إنما نقبل نظر أهل كل فن في فنه. فأنا لا أغلق سيبويه بكلام الدارقطني، ولا أغلق الإمام الشافعي مثلا بكلام أبي حاتم الرازي. هذا محدث وهذا فقيه، يتكلم الفقيه في فنه فكلامه معتبر، إذا تكلم المحدث في فنه فكلامه معتبر، وعلى هذا كل الخلق. فعلم الحديث علم لم تعرفه أمة من الأمم قط إلا هذه الأمة، والإسناد المتصل من خصائص هذه الأمة. والنصارى مثلا الأسانيد إلى الأناجيل مضروب. تخيل الكتاب بتاعهم ليس له إسناد متصل بعيسى عليه السلام، وليس واحد من كتاب الأناجيل أو من أصحاب الأناجيل رأى عيسى عليه السلام ولا لقيه. والأسانيد اللي هي إلى أصحاب الأناجيل لا يصفو منها شيء كثير. وتكلم العلماء بذلك ووجهه به، لا سيما ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل، وهو بيتكلم بقى عن مسألة اتصال الأسانيد والأناجيل إلى آخر هذا البحث. الإسناد المتصل من خصائص هذه الأمة. أي واحد فينا يريد أن يصحح حديثا، ما هي الخطوات التي ينبغي أن يسلكها حتى يقول في النهاية هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا حديث منكر؟ المسألة اصطلاحية، لكنني إن شاء الله سأبسطها للغاية بحيث يصير هذا العلم علم جماهيري.
علماء الحديث لما عرفوا الحديث الصحيح قالوا هو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. هو ده الاصطلاح بتاعه، احنا سنفسره. هو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. كل ده اسمه ايه؟ اسمه متصل. خلاص؟ يبقى الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده. هذا الشرط الأول، اتصال السند بنقل العدل. هذا الشرط الثاني، عدالة الرواة. ضابط. هذا الشرط الثالث، ضبط الرواة من غير شذوذ. هذا الشرط الرابع، نفي الشذوذ ولا علة. هذا الشرط الخامس وهو نفي العلة. يبقى الحديث الصحيح له 5 شروط. الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلم. ايش معنى اسناد متصل؟ نفهم كلمة اسناد الأول. الاسناد هو سلسلة الرجال التي تقرأها قبل متن الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ليس اسناد، وإنما سمي اسنادا لأن كل واحد يسند الكلام إلى من سمعه منه. لما أقول لك سيد الكلام ده منين؟ تقول ليس هذا الكلام على عهدتي، إنما أنا أسنده إلى فلان، وفلان يسنده إلى فلان وإلى فلان إلى آخر الإسناد، فسمي سندا لذلك. أو ينسب إلى الجدار، لأن الإنسان إذا ارتقى الجدار إنما يرتقيه لأعلى وتسلم. فكذلك الذي يقول حدثني فلان عن فلان فإنما يرقى بسلسلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة الذي يرتقي جداره. يبقى السند باختصار هو سلسلة الرجال التي نقلوا هذا الكلام، أي كلام كان. خلاص؟ هذه السلسلة لابد أن تكون متصلة. إيه يعني متصلة؟ أنك تنظر في قوادح الاتصال، من فيها يثبت الاتصال. زي ما يكون واحد مريض عايزين نرجع له الصحة بتاعته، نعمل ايه؟ نديله دواء عشان يزيل العلة ترجع له صحته. فمعنى الإسناد متصل يعني لا يكون منقطع ولا معلق ولا مرسلا ولا معضلا ولا مدلسا. ايه يعني لا مرسل ولا معضل ولا معلق ولا منقطع ولا مدلس؟ قال لك دي كلها صور من صور الاسانيد. دلوقتي عندنا اي اسناد في الدنيا يتكون من مجموعة من الرجال. هنقول مثلا الشافعي اسمه محمد بن إدريس قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس. اسناد صغير واحنا كلنا يمكن حافظين الاسناد ده. الشافعي طبعا معروف لدينا جميعا، والإمام مالك برضه معروف. يبقى الزهري ده اللي ممكن بعض الناس ما يعرفوش، لكن أنس بن مالك كل الناس عارفين. خلاص تحفظوا الاسناد ده. هذه الشافعي عن مالك عن الزهري عن أنس. كم راوي؟ 4. هو ده الاسناد اللي احنا هنشتغل عليه عشان نبين هل هو متصل أم لا. كل هذا لأبين لك ان أمثال هؤلاء لا يفهمون كلمة في علم الحديث. نحاول كده يفتح كتاب مصطلح الحديث وحاول يفهم فقط شيء. فكيف تجرأ بقى وفتح البخاري؟ يا له من جريد. معنى معلق يعني العلماء قال لك المعلق في اصطلاحنا ولكل قوم مصطلح، لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاء. زي ما الجماعة النحويون قال لك الفعل يبقى مرفوع والضمة شكلها كذا، ويبقى المفعول منصوب ويبقى الفتحة كذا، والمضاف إليه مكسور مخفوض الخفض كذا.
كل واحد يصطلح على ما شاء، نحط الكسرة لدول والضمة لدول والفتحة لدول، ما فيش حد يقدر يقول لك خلاص. فكذلك علماء الحديث اصطلحوا على هذا الذي سأذكره في الحديث المعلق. هذه أي سنة بالإسناد بيبقى له طرفان، جهة دنيا، جهة أولى وجهة ثانية. لكن الأسانيد وضعها الطبيعي أن تكون رأسية، إسناد رأس، لأن أنت كل ما تقول حدثني فلان تطلع شوي عن فلان، تطلع حتى تصل إلى الصحابي. فالطلوع ده يعني يكون الإسناد رأسي هكذا. هذه الجهة العليا وهذه الجهة الدنيا. خلاص. هذه المسافة سنقسمها إلى 4 طبقات، 4 أقسام. مش احنا قلنا السند اللي معانا 4 رجال، الشافعي ومالك والزهري وأنس. طيب